السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور عرفان المصري على موقع كرة القدم السوري. راح أحكي هلا على بعض التشكيلات الهندسية مباراة أستراليا وفرنسا. الحقيقة دوشام عم يعمل مثلث هجومي مع معين انسحابي خلفه ومعين كمان انسحابي خلفه، وبالتالي صعب كتير على الفريق الأسترالي بمرحلة الخروج، لأنه وقت بده يخرج بده يطلع أول شيء من المثلث، وبعدين بده يفوت بالمعين، وبعدين بده يفوت بالمعين. يعني عنده ثلاث خطوط، ثلاث قوى دفاعية اللي هي مثلث معين. يعني عم تشكل عنده أشكال هندسية لا حصر لها، متعددة. ما بتعرف شلون اللاعبين بيتحركوا، بتلاقي كله مثلث مربع، عدة مثلثات، عدة مربعات. الفريق الاسترالي ضايع تماما، ما بيقدر، مستحيل يعني يطلع بخط افقي ما بيمشي الحال. يعني شوف مثلث، هلا مثلث عنده مثلث مشكل مثلث، ومثلث ثاني وصل بين المثلثين. شايفين شلون تكون مثلث ثالث في معين موجود بعده المراكز مع مثلث رجع بالمثلث الأصلي. كله عم يتحرك بحيث انه يشكلوا، لازم يشكل كل لاعب عنده مثلث قائم، مثلث هلا هذا مثلث قائم كمان. الاستراليين ضايعين، يعني التشكيلات الهندسيه تبع الاستراليا معدومه تقريبا. اللاعب عنده ضايع. هلا معين داخل معين في مثلث، مثلث اضافي لانه دار، شكل مثلث ثاني ومثلث ثالث. هلا هون بده يشكل مثلث. وين المثلث؟ هذا ظهر اول مثلث على الشاشه. الهدف الثالث الهدف الثالث لفرنسا، تشكيل مثلث مع الرفع. الفريق الاسترالي ضايع تماما يعني.